كانوا بيقولوا إن الشقق دي للمحاسيب والواسطة، وبقوا يستنوا يبصوا يلاقوا ابن عم مراته جاله شقة، وابن خاله جاله شقة، وواحد جاره يعرفه من بعيد جاله شقة في الإسكان الاجتماعي، وهو لسه قاعد يشكك في الشقق بتاعت الدولة. طيب خليك قاعد تشكك كده لما الشقة كانت ب130 ألف جنيه ووصل سعرها ل900 ألف جنيه. دلوقتي أنا أكيد عارف إنك عايز تقدم. طيب ركز بقى، يمكن ربنا يكرمك وتاخد شقة من الحكومة. فرصة جديدة ممكن تفتح خلال أسابيع، واللي بيتأخر في تجهيز ورقه ممكن يخرج من السباق من بدري. والسؤال المهم، امتى طرح شقق سكن لكل المصريين 9؟ المعلن ان وزارة الاسكان بتستعد لطرح مرحلة جديدة خلال شهر تقريبا بوحدات كاملة التشطيب لمحدودي ومتوسط الدخل في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، والحجز هيكون الكتروني من خلال صندوق الاسكان الاجتماعي ومنصة مصر الرقمية، وده بعد تجهيز كراسة الشروط. الوحدات المطروحة من الدولة بتكون غالبا بتناسب الأسر بمساحات 75 متر و90 متر مع نظام تمويل عقاري وسداد طويل الأمد ممكن يوصل ما بين 20 سنة و30 سنة. طيب تجهز ايه من دلوقتي؟ تكون بطاقتك سارية، تجهز إثبات دخل حديث، يعني مفردات مرتب او شهادة دخل من محاسب قانوني، او يكون عندك سجل تجاري وبطاقة ضريبية وتجيب بيهم شهادة دخل من محاسب قانوني. كمان يكون في ايصال مرافق حديث للمكان اللي انت ساكن فيه، ومستندات الحالة الاجتماعية. لو متزوج هتجيب قيد عائلي، وهتجيب قسيمة، وهتجيب شهادات ميلاد ابنائك. الخلاصة الطرح قرب جدا، والجاهز بورقه هيبقى اسرع لما باب الحجز يفتح رسميا.